عارف انت اللحظة دي اللي بتبقى قاعد فيها في بيتك مرتاح وماسك موبايلك والجو رايق والدنيا تمام وماشية ومفيش أي حاجة معكرة دماغك، وفجأة كده مرة واحدة يدخل عليك الحجوج بدون أي سبب عشان يقولك كلمة بمنتهى الهدوء والعقلانية: انتوا جيل فاشل. ليه يا حجوج؟ ومش ليه؟ طب انا عملت لك ايه؟ طب ليه وايه وايه وفين؟ بس هو يفضل يكرر لك نفس الجملة، وفي الآخر لازم تقول له حاضر أو ماشي أو انت تشوفه يا حجوج عشان خاطر ما يضربكش بالحزام، صح؟ بس بجد بقى، ما فكرتش كده في يوم هو ايه اللي يخلي اهلنا يشوفونا جيل فاشل؟ طب السؤال الاهم بقى، هل احنا فعلا جيل فاشل ولا الحجوج كان متعصب شويه بس؟ خلينا نمسك الموضوع واحده واحده. لو سالتك ايه اكبر اختلاف حاصل ما بين جيلنا وجيل اهلنا، هتكون اجابتك ايه؟ اكيد جه في دماغك التكنولوجيا. وحقيقي التكنولوجيا اللي احنا فيها دلوقتي اهالينا ما كانوش يقدروا يتخيلوا انها ممكن تبقى حقيقه في يوم من الايام. تخيلنا ابسط حاجه مثلا، ان زمان عشان حد يحتاج يبعت رساله لحد من بلد تانية مثلا الموضوع بيطول وياخد اسابيع كمان، لكن دلوقتي الموضوع مش بيكمل 5 ثواني على الواتس حرفيا. وغيره بقى كتير زي التعليم مثلا، والدك اكيد كان بيحكي لك انه كان بيذاكر بالطاقه البطاطساويه وانت ممكن تكون مكسل تفتح المحاضره بتاعتك من على زوم مثلا. ده غير بقى المواصلات والشغل وغيره كتير قوي. وده خلى اهلنا يشكلوا في فكرهم حاجه واحده بس: السهوله. حرفيا كل حاجه سهله، تبعت لحد حاجه سهله، عايز تشوف حاجه سهله. مشكله ممكن كانت تقعد كتير جدا زمان، ممكن حرفيا فيديو على اليوتيوب من واحد هندي عنده 100 سبسكرايبر يحل لك المشكله عادي جدا، مفيش اي حاجه. طب ده بقى هل معناه ان فعلا اهلنا عندهم حق، ان احنا جيل كل حاجه سهله بالنسبه له ورغم كده بيفشل يحقق اهدافه مثلا؟ لكن الحقيقه لا. زي ما الجيل بتاعنا خد اكبر قفزه في تاريخ البشريه في التكنولوجيا، واللي خلى فعلا في حاجات كتير قوي في حياتنا سهله، لكن عايز اقول لك ان جيلنا هو اكتر جيل سهل تحسسه بالفشل. يعني ايه؟ يعني مثلا كنت بتقلب في الانستا كده الساعه 3 الفجر، فجاه تلاقي واحد معاه 5 عربيات وعنده مش عارف قصر في نيويورك ومش عارف عنده فيلا فين وبيركب الطياره بتاعته الخاصه ومش عارف متجوز 6، وانت قاعد في مركز متوبس عمال تعيط. وخد بقى من ده كتير قوي من مشاهير او من ناس انت متعرفهاش ايا كان، وده بيشكل عندك شعور من الفشل. اللي هو بص مثلا واحد عنده 10 سنين محقق ايه، وبص انت قاعد مش بتعمل اي حاجه، بص ده مش عارف بيعمل ايه وانت قاعد مش بتعمل حاجه. بالرغم ان ده اصلا مش منطقي، لان ده مش بايدك، ده واحد مولود في مكان وانت مولود في مكان تاني، وان اللي موجود معاه ده رزقه ايا كان عايش ازاي، ده رزقه ومكتوب له. لكن عشان احنا تفكيرنا سلبي، انت ده مش بتفكر فيه، وكل ده بيشكل ضغط سلبي عليك، وبيكون ضغط كبير جدا وعلى المستقبل، انك ازاي تحاول تبقى شخص زي ده في المستقبل وتهرب من الواقع اللي انت عايش فيه. ودي اكبر خدعة احنا عايشين فيها في العالم ده، الوهم ان كل حد يكون باين لك حياته السعيده اللي ما فيهاش ولا مشكله واللي مليانه فلوس وفرح وكل حاجه ممكن تتخيلها، وما يجيبلكش ولا سلبيه في حياته، وتبص انت يا عيني على حياتك اللي بالمناسبه ممكن تكون مليانه مميزات كتير برضه، واللي ممكن كمان تكون احسن من حياه ناس كتير جدا، بس بقى خلاص تفضل تركز على السلبيات وتفشل قبل ما تبدا في اي حاجه انت عايزها اساسا، وتدخل بقى في دوامه الخوف والاكتئاب، وتقول مستحيل انك تقدر تحقق اللي نفسك فيه، لانك عايز تحقق احلامك وعايز تاخد شهاده وعايز تسافر وعايز تشتغل وعايز تجيب فلوس وسط الغلا اللي بيحصل في العالم ده كله، وتلاقي نفسك دخلت دوامه اليأس والاكتئاب، وتوهم نفسك ان انت فاشل ومش هيجي منك وان مفيش منك فايده وان كله انجح منك. ده غير كمان بقى ضغط اهلك انك فاشل، ومن هنا تكون بدايه النهايه حرفيا. ودي بتخلق اول مشكله في الجيل بتاعنا من مشاكل كتير قوي، وهو اليأس المبكر. حرفيا انت ما بدأتش في اي حاجة بس بتحس حواليك ان الدنيا كلها صعبة وكئيبة ومش هتعرف تحقق حاجة. ده غير بقى ان السوشيال ميديا حرفيا كئيبة، زي مثلا ما تكون بتقلب على الفيس كده فجأة يجيلك بوست تلاقيه كاتب لك انت الساعة 3 بالليل مش عارف تلاقيها منين ولا منين، والكومنتات بقى اللي مليانة حزن وعياط، وتتأثر انت بقى بالكلام دوت عشان خاطر في الاخر تكمل مرحلة الاكتئاب بتاعتك، بل كمان تزيد. وكل ده بيبني من صغرك شعور انك فاشل فعلا. ومن ناحيه تانية اهلك اصلا شايفينك اللي انت متوفر لك كل السهوله اللي في الدنيا، عندك موبايل يعني هتعرف تاخد محاضراتك اللي في المدرسه او في الكليه او في الكورس، وممكن كمان تعرف تشتغل زي ابن عمتك مثلا ولا ابن خالتك، وتقعد بقى والدتك تعايرك بيه وتحس ان كلام اهلك فعلا حقيقي. لكن احب افكرك تاني انه لا، في مشاكل فعلا، ممكن الحياه تكون صعبه في وقت من الاوقات، لكن في ناس كان حالها اسوأ منك.
عرفت توصل للي هي عايزاه وموجودين في نفس البلد ونفس الظروف وممكن أوحش سيكا كمان. الموضوع مش بالسهولة اللي أنا باحكي لك عليها دي طبعًا، لكن اللي بيبقى عايز حاجة بيعملها، لكن أنت بقى نتيجة الحاجات اللي عمّالة تسمعها وتشوفها بتعيش في الوهم، وغير بقى كل ده إحنا بننسى أهم حاجة أساسًا، ربنا. إحنا جيلنا مفتقد جدًا بالتفكير في ربنا، وإنك المفروض إنك تعمل اللي عليك وتسيب الباقي على ربنا، سواء النتيجة دي جات دلوقتي، جات بعد شهر، جات بعد سنة، تكون متأكد إنها كده هتيجي، عشان خاطر أنت بتتعب ومؤمن بربنا. ودي أكتر حاجة جيلنا فعلًا مفتقده، وأنا باقولها بمنتهى الأسف. فالموضوع كله باختصار، الموضوع مش متوقف على نجاح وفشل، هو الموضوع متوقف على إنك تعمل اللي عليك وتسيبه على ربنا. فأنت مش فاشل، أنت بس مشتت نتيجة البوستات اللي أنت عمال تشوفها على السوشيال ميديا، وصور الناس بقى الأغنيا اللي أنا قلت لك عليهم، والضغط بتاع عيلتك اللي بالمناسبة ممكن يكون مجرد خوف لا أكتر ولا أقل، وإنهم بيحاولوا ينصحوك بطريقة ما لكن مش مظبوطة أوي يعني، وإنك الأهم بقى من كل ده طبعًا تكون قريب من ربنا. ودي اعتبرها نصيحة من صاحبك أو من أخوك. أنت مش محتاج تبدأ بداية مثالية أو يكون معاك مليون جنيه عشان خاطر تعرف تعيش حياتك أو تبقى مشهور. حرفيا أنت محتاج بس توكل على ربنا أيا كان موهبتك، سواء أنت عندك لسه دراسة أو عندك شغل أو مشروع أو أي حاجة حرفيا. وعلى فكرة رغم أكثرية الناس اللي عايشة في الوهم، اللي إحنا برضو مش جيل فاشل، إحنا جيل محقق حاجات كتير وجيل بيعافر رغم الظروف والمشاكل. فإحنا مش متوقفين عند نقطة هو مين الجيل اللي أنجح من التاني. كل جيل واختلافاته، الأهم إن إحنا نحاول نحسن من نفسنا ونعمل اللي علينا. أتمنى يكون عجبك الفيديو ده، ويا ريت تقول لي تحت في الكومنتات يا ترى الحجوج عامل معاك إيه، وبرضه كان بيقول لك نفس الكلام وهتلاقي الرد المناسب المرة دي ولا لأ. ومتنساش اللايك والاشتراك، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.